الصوت الاولاني ده صوت خناق في الشارع بيخليك تقفل شباكك وتقعد في بيتك. الصوت الثاني نفس الخناقه ونفس الدم بس متغلب بموسيقى تصويريه وتصوير سينمائي. الصوت الاولاني بنطلب له النجده عشان تيجي تنقذنا، لكن الصوت الثاني بنقطع له تذاكر عشان نروح نسقف له. ازاي المجرم اللي بنهرب منه في الواقع بيتحول لبطل شعبي بنعلق صورته في اوضتنا، وازاي الجريمه بقت سلعه بتتباع للمواطن العادي، وليه المواطن المحترم بيعشق الخروج عن القانون. ايه اللي بيحصل لدماغنا جوه قاعه السينما؟ ازاي الشاشه البيضاء دي بتغسل مخ مجتمع كامل وبتخلينا نقع في غرام الجلاد اللي بيأذينا؟ افتح المحضر يا ابني. القضيه النهارده مش بتتكلم عن نصاب دولي ولا حتى قاتل متسلسل. القضيه النهارده عن شخصيه بنكرهها في الحقيقه لكن بنسقف لها في السينما. البلطجي الشهم او الفتوه الجدع اللي بيكسر عظم نص الحاره بس بيساعد ست عجوز، بيسرق وبيبلطج بس مستعد يموت عشان خاطر واحد صاحبه، مجرم كبير جدا خارج عن القانون بس عنده اصول ومبادئ. ليه بقى بنخاف منه في الشارع الحقيقي وبنتجنب شره وبنحبه وبندافع عنه بشراسه لما بيظهر على الشاشه؟ علشان نفهم الكارثه لازم نرجع لتطور الجريمه في الفن. زمان السينما قدمت فريد شوقي انه وحش الشاشه اللي بيجيب دايما حق الغلابه، كان بيضرب بس دايما كان في صف الحق والضعيف. الفتوه ظهر زمان في وقت كان القانون فيه غايب، فكان بيحمي الحاره وبيرد المظالم للناس. لكن بطل النهارده اختلف تماما عن فتوه زمان. البلطجي المودرن بيضرب عشان مصلحته الشخصيه، عشان يفرض سيطرته على الناس ويلم فلوس ويفرض اتاوه على الضعاف، ورغم كده لسه الجمهور بيتعاطف معاه وبيسقف له. المعادله اتغيرت وبقى المجرم الحقيقي هو الضحيه المظلوم. احنا بقينا بنتعاطف مع القاتل ونوجد له مبررات. في قاعده قانونيه وفلسفيه شهيره جدا بتقول العدل البطيء هو اسوأ انواع الظلم الانساني. لو حد ظلمك او اخذ حقك دلوقتي هتعمل ايه؟ هتروح القسم وتعمل محضر وتجيب محامي وتستنى تحقيقات وجلسات في المحكمه ممكن تقعد بالسنين. العداله البطيئه دي بتخلق قهر واحباط في النفوس. المواطن العادي بيحس ان عمره بيضيع في المحاكم. عشان كده في الفيلم الموضوع مريح نفسيا ومرضي جدا. البطل بيعرف مين الظالم وبيروح له القهوه يديله علقه موت في دقيقتين وينهي الموضوع. احنا بقى ننبسط. طب ليه؟ عشان الدماغ البشريه بتحب سرعه رد الفعل والحلول السريعه، ما بتحبش الانتظار ولا الورق ولا طوابير المحاكم الطويله. تحب تشوف العداله بتتحقق فورا حتى لو كانت العداله دي بدم. احنا بنسقف للنتيجه السريعه وبنفرح بكسر القواعد عشان الحق يرجع من غير روتين ولا ورق ولا انتظار. عالم النفس الشهير كارل يونغ اتكلم عن مفهوم مرعب، مفهوم نفسي عميق سماه نظرية الظل البشري. الظل ده هو الجانب المظلم والمكبوت جوه كل بني آدم فينا، الحاجات اللي نفسنا نعملها بس خايفين من عقاب المجتمع. احنا في الحقيقة مضغوطين وضعاف وماشيين جوه الحيط. المدير يزعق في الشغل فنسكت ونبلع الإهانة، السواق يبلطج في الميكروباص فنسكت عشان مفيش وقت نتخانق. حياتنا كلها بقت عبارة عن تنازلات صغيرة عشان المركب تمشي. فجأة نشوف بطل على الشاشة ما بيسكتش وما بيهموش حد، اللي بيغلط فيه بيدوس على وشه وبياخد حقه فورا. البطل هنا بيقوم بالتفريغ النفسي للظل المكبوت جوانا، هو بيعمل اللي احنا مش قادرين نعمله في الحقيقة. احنا بقى بنعيش القوة دي من خلاله وبنحس ان كرامتنا رجعت لنا. المفكر السياسي ميكافيلي قال ان الغاية تبرر الوسيلة، والمجتمع لما بيحس بخطر بيدور على القوة مش الاخلاق. الناس ما بتدورش على الشخص المثالي المؤدب في وقت الازمات، الناس بتدور على الذكر اللي يقدر يحميهم ويجيب حقهم. عشان كده المجتمع بيغفر للبلطجي كل خطاياه وجرايمه طالما بيستخدم القوه دي عشان يخدمهم او ينقذهم، او حتى كفايه انه ينقذ نفسه. البطل الشعبي مش لازم يكون نبي او قديس، البطل الشعبي ممكن يكون شيطان بس بيحارب شياطين تانيين. وده بيخلينا في بعض الاوقات نبرر البلطجه ونعتبرها ضرورة مجتمعية. بنصنع وحش بإيدينا وبنفرح بيه لحد ما بيجي يلتهمنا احنا شخصيا. هنا بقى السينما بتلعب في دماغنا لعبة خبيثة جدا. المخرج هنا بيعمل عملية تجميل وتغليف للجريمة. خد فيلم إبراهيم الأبيض كمثال صارخ للظاهرة دي. إبراهيم الأبيض في الأساس بلطجي مرعب ومسجل خطر، ملفه الحقيقي 1000 صفحة من السواد وترويع الغلابة. بس الفيلم عمل إيه وركز على ايه بالظبط؟ ركز في قصه حبه المستحيله الحوريه وتضحيته عشانها. خلى حواره كله شعر وفلسفه ووجع يقطع القلب، خلاك تشوفه ضحيه للمجتمع وللظروف والكبير اللي استغله. شفنا برضو الابهار الدرامي لاعمال حديثه كانت ترند زي مسلسل سفاح الجيزه مثلا. المخرج خلاك تندمج مع قاتل متسلسل وتتعاطف مع طفولته المأساويه وتنبهر بشياكته وبهدوءه وبتنظيمه
وهو بيقتل بدم بارد. السينما بتنظف المجرم والبلطجي من كل جرائمه البشعه، بتلبسه بدله البطل الرومانسي المقهور او الضحيه اللي بتعاني، وتحط لنا مزيكا حزينه تعصر قلبنا عشان نتعاطف مع موته. احنا بكينا على قتله ومجرمين ونسينا ان هم دمروا بيوت. السينما بتعمل فلتر كذاب بيخلينا نقع في جرائم البلطجه. طول عمرنا بنقول إن الفن هو مراية المجتمع وبيعكس الواقع، بس المفارقة المرعبة هي إن الشارع بقى بيقلد السينما. مشهد محمد رمضان في مسلسل الأسطورة لما لبس مرسي قميص نوم وضربه وزفه في الشارع عشان يكسر عينه للأبد، الناس استنسخت فكرة الإهانة من شاشات التلفزيون ونسختها بالظبط. البلطجة زمان كانت عنف جسدي بيخلص والناس بتتصالح بعدها، دلوقتي بقت عنف نفسي وإذلال علني متعمد. الفن ما بقاش تسلية بريئة ولا حتى رسالة بتوجه المجتمع، الفن بقى مرجع للشباب إزاي يصوروا الضحية ويفضحوها على النت. الظاهرة دي خلقت كارثة جديدة اسمها تسليع السلاح الابيض زمان كانت حاجه بتستخبى في الهدوم، والمطوه دي كانت عار. دلوقتي السلاح بقى اكسسوار للروشنه على السوشيال ميديا، بقت في رقصات مخصوصه بالسنجه وبالمطاوي على اغاني المهرجانات، الشباب بتطلع لايف تستعرض بالاسلحه وكانها انجاز شخصي. الجريمه فقدت رعبها وبقت ترند بيجيب لايكات. الدراما حولت المجرم لبطل شيك بيلبس براندات وبيركب عربيات. المراهق المحبط لقى ان دي اسهل طريقه عشان يثبت حضور، بدل ما يتعب ويدرس ويشتغل قرر انه يشتري سلاح ويعمل فيديو. احنا حرفيا بنحول الجيل الجديد لمشروع مجرمين بضغط الزرار. في خدعة إخراجية ورا الكاميرا محدش بياخد باله منها خالص. المخرج دايما كان بيمشي الكاميرا ورا البطل في كل خطوة، بيصوروا من زاوية سفلية بيطلعوا فيها عظيم ومسيطر وقوي جدا، وهو بيكسر القهوة فوق دماغ أصحابها عشان يأدب خصمه. هل بقى الكاميرا لفت لورا عشان تورينا صاحب القهوة الغلبان، الراجل اللي شاع عمره اتدمر وهو ملوش أي ذنب؟ هل ركزنا مع نظرة الرعب والكسرة في عين الضحايا العاديين؟ المواطن الصالح اللي ماشي جنب الحيط السينما بتعامله وكأنه كومبارس، مجرد ديكور بيتضرب وبيتكسر عشان يبان إن البطل قوي. أزمة المواطن المحترم إنه بيحس إن ملوش قيمة على الشاشة. السينما علمتنا ان احنا نسقف للبلطجي الجدع ونصنع له 1000 مبرر ومبرر، وعمت عينينا تماما عن الضحية اللي اتدهست تحت رجلين البطل. اقفل المحضر يا ابني. المتهم هنا مش البلطجي لوحده ولا صناع السينما، المتهم الاول هنا هو احساسنا بالعجز وقله الحيله. طول ما الثقه في العداله السريعه غايبه عن حياتنا، الناس دايما هتفضل تحلم بالبطل الخارق المنقذ، البطل اللي دايما بيجيب الحق بدراعه وبيختصر كل المسافات والاجراءات. احنا في الحقيقه ما بنحبش البلطجه ولا بنعشق الجريمه، احنا بنعشق الانتصار الساحق على الظروف المحبطه. بس للاسف الحياه الحقيقيه مش فيلم مدته ساعتين، مفيش مخرج هيقول فركش والناس هتقوم تروح بيوتها. الدم في الواقع ما بيتمسحش بقطنه ومكياج بعد التصوير، والسجن الحقيقي ما فيهوش لا اضاءه دراميه ولا مزيكا حزيني. بس كده، التحقيق لسه مستمر. السلام عليكم.